السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتادت النظرة الحديثة التعامل مع الأساطير باعتبارها ضرب من الخرافات اللي ملهاش وجود، واللي كانت نتاج جهل الإنسان طول العصور السابقة. لكن لو بصينا تاني للأساطير هنلاقي إنها بتكشف لنا عوالم من المعاني اللي بتخفيها، بحيث حط الإنسان فيها مخاوفه وهواجسه، وعبر من خلالها عن آمال وتطلعاته. خلونا نستعرض النهاردة أشهر المخلوقات الأسطورية اللي اعتقدت بيها شعوب مختلفة ونسجت حواليها الأساطير والحكايات. ولو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ. أول مخلوق معانا هو التنين، اللي بيرمز للخير في آسيا والشر في أوروبا. أساطير كتيرة من حول العالم بتتكلم عن تلك المخلوقات عظيمة الحجم اللي بتشبه الأفعى في استطالة جسمها، وبتملك أجنحة من جلد كأجنحة الخفاش، وليها أنياب ومخالب حادة. وهي بحسب بعض الأساطير بتقيم في أعماق المياه، وفي أساطير تانية بتقول إنها بتقيم في أعالي الجبال، في حين بتصورها بعض الأساطير إنها قادرة إنها تطلع النار من جواها. ورغم الاختلاف في الصفات اللي بترسمها الأساطير المختلفة، إلا إن الصورة العامة بتتفق حوالين حيوان خرافي واحد، هو التنين أو الدراجون باللغات اللاتينية، وهو اللفظ المشتق من اسم دراكون اللي يعني الأفعى العظيمة. بتتمحور الأساطير حوالين شكلين أساسيين للتنين، الأول وهو الشكل الآسيوي أو الصيني بالتحديد، وقريب منه التنين الياباني والتنين الكوري، والتاني هو الأوروبي، واللي بترجع جذوره للتوراة ومنطقة الشرق الأدنى، واتنقل بعد كده لأوروبا من خلال الكتاب المقدس مع دخول الديانة المسيحية وانتشارها. في اختلافات شكلية واضحة بين التنين الصيني والأوروبي، زي مثلا امتلاك الأوروبي أجنحة وافتقار الصيني ليها، لكن الأهم من ده كله هو الاختلاف على مستوى القيمة والمعنى. فالتنين الصيني والشرق الآسيوي عموما مرتبط بقيم إيجابية، واللي منها القوة والشجاعة والنبل والحكمة. على عكسه تماما بقى هو التنين في أوروبا، بحيث ارتبطت صورته بالشر، وكمان بسرقة الذهب واكتنازه في كهوف معزولة، وده زي ما بتحكيه بعض الأساطير. وعشان نفهم الاختلاف ده تعالوا نرجع للأصول الميثولوجية لكل واحد. بس الأول اشتركوا في القناة ودوسوا لايك يلا، وتعالوا نشوف الأصول بتاع كل واحد. فبحسب بقى الميثولوجيا الصينية، فالإله الخالق بان كو قام باستدعاء 4 حيوانات مقدسة للمشاركة في فعل الخلق، وكان التنين واحد منهم. ومن الوقت ده ارتبطت بالتنانين مسؤوليات كتيرة في عالم الطبيعة. فالمقيمة في باطن الأرض بتكون مهمتها حماية المعادن النفيسة، ومهمة المقيمة في المياه هي التحكم في الأنهار والبحار ومجاري المياه. أما بقى المقيمة في السحاب فهي بتتحكم في الرياح والأمطار والغيوم. وفي التنانين العملاقة اللي بتكون مهمتها حراسة الآلهة والأباطرة وأسرهم، وحفظها من الأرواح الشريرة. وبيعتقد الصينيون إن التنانين في زمن ما تزوجت مع البشر، وإن أحفادها أصبحوا حكام عظماء، ومن سلالتهم كان أباطرة الصين، وهو اللي خلى الأباطرة يزينوا قصورهم بتماثيل وصور التنانين. وطوال قرون عديدة كان التنين هو شعار عائلة تشينج، اللي حكمت الصين في الفترة بين 1644 ل 1912. واستمر التنين بيتوسط العالم الصيني لحد قيام ثورة شنغهاي سنة 1911، ونهاية حكم سلالة تشينج وقيام الجمهورية الصينية الحديثة سنة 1912. وبقى التنين بمثابة رمز قومي للصين. أما بقى التنين الأوروبي فهو له جذور توراتية، بحيث جه الحديث في عدة مواضع من التوراة عن وحش بحري يدعى اللوياسان، واتوصف بأنه عدو للمخلص المنتظر، وإنه مقدر بأنه يقتله المسيح عليه السلام. وبيشير الشراح إلى أن اللوياسان هو وحش سامي نسبة للشعوب السامية، وهي شعوب الشرق الأدنى. اتذكر في الأدب الأوجريتي، وكمان تم ذكره في الأساطير الكنعانية اللي خلته عدو لنظام الخلق، وأكدت أن الإله الكنعاني بعل قام بذبحه. وكانت كلمة لوياسان بالنسبة لليهود القدامى مرادفة لما يحارب مملكة الرب اللي هي مملكة إسرائيل، وعلى وجه الخصوص دولة آشور ودولة الفراعنة، خاصة إن لكل منهم حضارة نهرية. واللويسان هو وحش مائي. وبكده ارتبط التنين عند اليهود بالشر، واتنقل التصور ده للمسيحية وبعدين لأوروبا. تاني أسطورة معانا هي العنقاء. وإزاي اختلفت النسخة الإغريقية عن العربية؟ العنقاء هي أسطورة ليها أصل إغريقي، واتعرفت باسم طائر الفونيق أو فينيكس باليونانية، واللي معناه اللون الأرجواني وهو لون الطائر عند الإغريق. اتنقلت الأسطورة دي للمصريين في حدود القرن الخامس قبل الميلاد، ورسم المصريين طائر الفينيق على البرديات وفي المعابد كطائر عملاق، وتصور في بعض الرسومات إنه بيغطيه اللهب بدل من الريش. بتقول الروايات الإغريقية عن إن الفينيق طائر مرعب بيقوم بخطف الناس وبياكلهم. واتكتبت أسطورة العنقاء في كتب المؤرخين الإغريق، وجه عند هيرودوت في وصفها إن كل 1000 عام بتريد العنقاء إنها تولد مرة تانية، فبتسيب موطنها وبتروح لفينيقيا،
وبتختار نخلة شاهقة العلو ليها قمة بتوصل للسما، وبتبني ليها عش وبعد كده بتموت في النار. ومن رمادها بيخرج مخلوق جديد، دودة ليها لون كاللبن بتتحول لشرنقة، وبتخرج من الشرنقة دي عنقاء جديدة، والعنقاء الجديدة بتطير وبترجع لموطنها الأصلي، وبتحمل كل بقايا جسدها القديم لمسبح الشمس في هليوبوليس في مصر. وبيحيي شعب مصر هذا الطائر العجيب قبل ما يرجع لبلاده في الشرق. وبكده فإن هناك طائر عنقاء واحد له دورات زمنية محددة تختلف الروايات في تقديرها، لكنها بتتراوح بين 500 لحد 1000 سنة، وهي ما بتتكسرش بالزواج أو وضع البيض، إنما هي بتتحرق ومن رمادها بتخرج العنقاء الجديدة. عند العرب اتعرف الطائر باسم العنقاء، واتسمى كده بسبب طول عنقه وفق للتصور العربي ليه، أو لأنه كان في عنقها بياض كالطوق، وده وفق التصور نفسه. واتذكر طائر العنقاء في قصص سندباد البحري في حكايات ألف ليلة وليلة، وأشارت بعض الروايات العربية إلى أن وجوده في أقصى الأرض عند مغرب الشمس، وعشان كده اتسمى العنقاء المغرب. واتقال إن العنقاء اتسمت كده لأنها بتغرب بكل ما تلتقط وتاخده من الأرض. وجه في كتب التفسير والتاريخ إن النبي حنظلة هو نبي أهل الرس المذكورين في القرآن، إنه دعا يوم على العنقاء بعد ما خطفت جارية من القوم، فنفاها الله إلى جزائر البحر في أقصى الأرض. وفي الرواية إن الله سلط عليها آفة فهلكت، ودخلت العنقاء في الأمثال العربية زي المثل بتاع طارت به العنقاء، وده بيتقال في كل ما فقد ولا يرجى رجوعه أبدا. وفي مثل كمان مشهور وهو 3 ملهمش وجود: الغول والعنقاء والخل الوفي. لو ما اشتركتش في القناة دوس لايك واشترك، وتعال نشوف آخر كائن معانا. والأخير معانا هو طائر الرخ. إزاي وصلت الأسطورة الفارسية دي لأوروبا؟ طائر الرخ هو أسطورة ليها أصول فارسية، بيتصنف من ضمن أساطير الطيور العملاقة المتوحشة زي طائر العنقاء. وبيرجح المؤرخ الألماني الأمريكي رودولف ويتكر إنها تكون متحدرة من الأسطورة الهندية عن الطائر الأسطوري الشمسي جارودة، وهو مخلوق خارق، نصه إنسان ونصه طائر، وبيعتبر الهنود ملك الطيور، وهو عندهم العدو اللدود للتعابين اللي بترمز للشر. اتنقلت الأسطورة للأدب والثقافة العربية، وتم ذكرها في قصص البحارة والرحالة والجغرافيين العرب، وذكرها ابن بطوطة في رحلاته في رحلة خروجه من الصين للهند. كمان تم ذكر الرخ في إحدى ليالي ألف ليلة وليلة، ودي كانت ضمن رحلات السندباد البحري، واتوصف بأنه طائر جارح ضخم بيقدر يشيل أكبر الحيوانات بما فيهم الفيل ووحيد القرن. وكان للمستكشفين والتجار الدور الأكبر في تطوير ونشر الخرافة دي، وده كان عن طريق ادعاء مشاهدتها في رحلاتهم البعيدة. ووصلت الأسطورة لأوروبا عن طريق الرحالة الإيطالي ماركو بولو في القرن ال14، اللي ذكر طائر الرخ في رحلاته في وصفه لمدغشقر والجزر الأخرى المقابلة لسواحل إفريقيا الشرقية، وانتشر بين الأدباء والمستشرقين الأوروبيين بشكل أكبر، وده بعد بداية ظهور ترجمات كتاب ألف ليلة وليلة في القرن ال18. وبسبب تواتر عدد من الرحالة على ذكر مشاهدتهم للرخ عند جزر الساحل الشرقي لأفريقيا وبالتحديد في مدغشقر، ظهرت ترجيحات لأصول طبيعية محتملة للأسطورة دي، كطائر رخ ملجاشي أو طائر الفيل اللي كان طوله بيوصل لحوالي 4 متر، واتواجد في جزيرة مدغشقر قبل ما ينقرض بشكل نهائي في القرن ال17، أو كصقر هاست العملاق وطائر الموضة في نيوزيلندا اللي انقرضوا في القرن ال15 بعد وصول شعب المروي للجزيرة بنحو 100 عام. رغم إن الأساطير السابقة مش موجودة في العالم الواقعي، لكن الجدير بالذكر إنها كانت موجودة فعلا في وعي الشعوب اللي اعتقدت بيها، فعبرت عن مخاوفهم وتطلعاتهم، وملت العالم من حواليهم بالمعنى والغموض. وهو ربما ما يفتقده الإنسان على نحو متزايد في عالم اليوم اللي يبدو شاحب في ظل انحسار الحكاية والأسطورة. وبكده فاحنا وصلنا لنهاية الحلقة، اللي أتمنى إنها تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش تسيبولنا رأيكم في الكومنتات، ولا اقترحوا لنا أفكار جديدة نعملها الحلقات الجاية. وبس كده، أشوفك الحلقة الجاية بقى. سلام.